تنفس طبيعي، تيربو، توين تيربو، سوبر تشارجر، برو تشارجر، كل دي مسميات شواحن الهواء اللي بيغذي الموتور واللي هنتكلم عنهم بالتفصيل. فلو بتحب السرعة والصوت اللي يفتح النفس خليك معايا. قبل ما ندخل في الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو مش مشترك وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. في البداية خلينا نعرف يعني ايه شواحن هواء. هي عبارة عن عملية زيادة كمية الهواء اللي بيدخل لغرفة الاحتراق عشان يختلط مع الوقود بشكل أفضل ويولد طاقة أكبر، لأن كل ما زادت كمية الأكسجين اللي بتدخل لغرفة الاحتراق بيزيد معاها قوة الانفجار وبالتالي بتزيد القوة الحصانية. ففي 3 طرق رئيسية لشحن الهواء: التنفس الطبيعي والتربو تشارجر والسوبر تشارجر وطرق أخرى واللي فيها حاجات أنت عمرك ما سمعت عنها. هي الفكرة كلها إنك عاوز تدي للموتور أكسجين أكتر عشان تطلع منه قوة أكبر. خلينا نبدأ بالتنفس الطبيعي، وده ببساطة إن الموتور بيسحب الهواء بشكل طبيعي بدون أي مساعدة. الهواء بيمر من فلتر الهواء على بوابة الهواء للموتور مباشرة، فمفيش حاجة بتدفعه إنه يدخل لغرفة الاحتراق غير قوة السحب الطبيعي للبيستن، وبالتالي الهواء بيدخل وبيحترق مع البنزين وبيطلع طاقة بسيطة. خلينا نعرف إيه مميزات وعيوب التنفس الطبيعي. من مميزاته استجابة دواسة البنزين اللحظية، مجرد ما تدوس على دواسة البنزين الهواء بيدخل مباشرة للموتور، مفيش تأخير زي التيربو. وصيانة مواتير التنفس الطبيعي بتكون أقل ومشاكلها أقل مقارنة بالتيربو والسوبر تشارجر. وصوت مواتير التنفس الطبيعي بيكون أنقى وأحلى، بالذات لو كان V8 أو V10. من عيوب التنفس الطبيعي القوة المحدودة مقارنة بالتربو والسوبر تشارجر، لأن زي ما قلتلك انت كل ما بتزود كمية الهواء بتاخد طاقة أكبر، فالموتور بيكون محتاج RPM عالي عشان يقدر يوصل لأقصى عزم. ده في التنفس الطبيعي، والمحركات من النوع ده هتلاقي زيها كتير في العربيات العادية. نيجي بقى للجزء التاني وأكتر جزء محبوب عند الشباب عشاق السيارات، وهو التربو تشارجر. التربو هو جهاز بيستخدم غازات العادم اللي بتخرج من الموتور عشان يضغط الهواء اللي داخل لغرفة الاحتراق. مكونات التربو الأساسية أول حاجة وهي التوربينة دي اللي بتلف بسبب ضغط العادم اللي خارج من الموتور. بعد كده في محور توصيل شافت بيوصل بين التوربينة والكمبريسور عشان يشتغلوا مع بعض، والكمبرسور بيكون متوصل مع التوربينة عن طريق الشفط وبيشتغل معاها وبيضغط الهواء داخل الموتور. طيب هل ينفع التربو يشتغل لوحده؟ أكيد لأ. تعالوا نعرف مكونات نظام التربو الأساسية. أول حاجة وهو الانتركولر، بيبرد الهواء المضغوط قبل ما يدخل الموتور لأن الهواء البارد أكثف وبيساعد على الاحتراق أفضل. بعد كده صمام الويست جيت، بيشتغل لما الضغط يزيد عن اللازم عشان يفرغ بعض غازات العادم ويمنع التربو من الدوران الزايد، لأن الموتور بالظبط عامل زي رئة الإنسان بيستنشق هواء وبيخرجه. فالموتور لما تحط تربو على مخرج العادم انت هنا بتعمل شوية إعاقة لمسار العادم، وده ممكن يضعف أداء الموتور بدل ما يزيده، وكمان هيعلي درجة الحرارة. فصمام الويست جيت هنا دوره إنه لما يلاقي إن التربو جاب آخره بيبدأ يفرغ هواء العادم الزيادة اللي مش محتاجه. طيب إيه مميزات التربو وعيوبه؟ مميزاته بيدي قوة حصانية عالية جدا مقارنة بحجم التربو الصغير. كفاءة الوقود بتكون أفضل لأنه بيشتغل بطاقة العادم. سهل التعديل إنك تحط تربو على عربيتك بسهولة. نيجي بقى لعيوب، وأكبر عيب هو التربو لاج، وهو التأخير اللي بتحسه قبل ما التربو يبدأ يشتغل بكامل قوته. وبرضه التربو بيحتاج صيانة ومراقبة كتير عشان درجات الحرارة العالية، والتربو هتلاقيه على معظم السيارات الرياضية المعدلة زي إنسان GTR وموديلات الإم من BMW ومعشوقة الكل تويوتا سوبرا. نيجي بقى للأمريكان مهووسين بيه وهو السوبر تشارجر. السوبر تشارجر هو جهاز بيضغط الهواء اللي داخل الموتور، بس هنا باستخدام طاقة المحرك نفسه بدل ما تعتمد على غازات العادم زي التربو. مكونات السوبر تشارجر الأساسية، أول حاجة الكمبرسور، هو الجزء الأساسي اللي بيسحب الهواء وبيضغطه قبل ما يدخله لغرفة الاحتراق. تاني حاجة السير، وهو اللي بيربط السوبر تشارجر بالكرانك شافت بتاع الموتور وده اللي بيشغله. تالت حاجة الانتركولر، وده بيكون اختياري، يعني ممكن تلاقيه على سيارات وسيارات لا، وده بنستخدمه لتبريد الهواء المضغوط. من مميزات السوبر
السوبر تشارجر الاستجابة اللحظية بدون تأخير زي التيربو، هنا مفيش حاجة اسمها تيربو لاج خالص، وبيديك عزم أعلى في كل ار بي ام، مع كل دوسة بتحس بالقوة لحظيا، وبيكون بسيط نسبيا مقارنة بالتيربو، مفيش صمامات أو مشاكل ضغط غازات عادم. بس طبعا كل ما زادت المميزات بقى فيه عيوب. من عيوب السوبر تشارجر إنه بيسحب طاقة من الموتور، لأنه بياخد قوته من الكرانك شافت، وبيستهلك جزء من القوة اللي بيولدها المحرك نفسه. من تاني العيوب إن السوبر تشارجر بيخلي كفاءة الوقود أقل مقارنة بالتربو، لأن زي ما قلنا هو بياخد من قوة المحرك. تالت حاجة إن ضغط الهواء اللي بينتجه بيكون محدود مقارنة ببعض التربوهات اللي بتكون كبيرة. والسوبر تشارجر هتلاقي أكتر على السيارات الأمريكية زي الدوج تشارجر هيل كات والماستنج والدوج فايبر وغيرها. تعالى بقى ندخل على الطرق تانية لشحن الهواء. في ناس قالت ليه نختار بين التربو والسوبر تشارجر لما ممكن نستخدم الاتنين مع بعض، وده اللي بنسميه توين تشارجر، وده نظام بيستخدم السوبر تشارجر في الار بي ام الواطي عشان يمنع التربو لاج، ولما الار بي ام يعلى التربو يدخل وياخد الشغل كله. المميزات عزم قوي من اول ار بي ام لاخره، مفيش تاخير في القوه زي التربو العادي. بس من اكبر العيوب هو التعقيد ميكانيكيا، انت اصلا مش متخيل ازاي السوبر تشارجر بيتركب لوحده او حتى نظام التربو، فانت متخيل انك هتجيب الاتنين وتدمجهم مع بعض، وطبعا صيانته هتكون غاليه جدا. والنظام ده هتلاقيه موجود على سياره زي لانسيا دلتا اس 4. تعال بقى ندخل على اخر واغرب حاجه وهي البرو تشارجر. تعال اقول لك ازاي البرو تشارجر ده بيشتغل. هو نوع من انواع السوبر تشارجر لكنه بيشتغل بطريقه تشبه التربو، وده بيخليه حل وسط بين التربو والسوبر تشارجر. بيقدم قوه عاليه وكفاءه ممتازه، لكنه برضه بياخد طاقته من الموتور نفسه زي السوبر تشارجر العادي. طيب ايه الفرق بين البرو تشارجر والسوبر تشارجر؟ السوبر تشارجر بيدخل هواء للموتور بضغط ثابت ومباشر، لكن البرو تشارجر بيضغط الهواء بطريقه مشابهه للتربو، فبالتالي بيكون الضغط اقوى، لكنه بياخد حركته من سير متوصل بالموتور بعد الغازات العادم. مكونات البرو تشارجر الكمبرسور، وده اللي بيكون بالظبط نفس الجزء اللي موجود في التربو، والسير اللي بيوصل بين الكمبرسور وعمود الكرانك، والانتركولر عشان يبرد الهواء المضغوط. نيجي بقى لمميزات البرو تشارجر. من مميزات البرو تشارجر كفاءته العاليه، لانه بيضغط الهواء زي التربو ومش بيحتاج غازات العادم، بس طبعا بيكون استجابته افضل من التربو، مفيش فيه تربو لاج لان بياخد حركته من المحرك مباشره. طبعا اداؤه بيكون تدريجي وسلس، وبيعطي قوه اكبر مع الار بي ام العالي، مش دفعه مفاجاه زي التربو العادي. وبيكون في امكانيه التعديل انك تغير من حجم البكره عشان تتحكم في مستوى الضغط والقوه. بس من عيوب البرو تشارجر انه بيستهلك جزء من طاقه المحرك، لانه بياخد قوته من عمود الكرنك زيه زي السوبر تشارجر، فبيأثر شويه على القوه النهائيه. وتركيبه وصيانته بيكونوا معقدين اكتر من السوبر تشارجر العادي. انت اصلا لو بصيت على شكله كده من بره هتلاقيه معقد جدا، بس طبعا ده مش هتلاقيه على العربيات العاديه لان مش كل الناس بتستخدمه. فلو لقيته على اي عربيه اكيد هتكون معدله زي الفورد جي تي والدوج تشالنجر ار تي. في النهايه كل نظام ليه مميزاته وعيوبه، والتفصيل بينهم بيرجع لنوع السواقه اللي بتحبها. فقول لي بقى انت مع التنفس الطبيعي ولا التربو ولا السوبر تشارجر، ولا هتروح للبرو تشارجر؟ اكتبوا لنا في الكومنتات رايكم. ما ننسوش اللايك والسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد من عالم السيارات. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.